خلينا كده نشوف الابديت الجديد بتاع فوتوشوب النسخة ال26. واول ابديت هم بيقولوا ان هم عملوا ابجريد قوي جدا في الريموف باك جراوند. طبعا انا جبت صورة عجل وهنبص على الواير براحتنا، فتعال نشوف. ريموف باك جراوند بقت سريعة جدا زي ما انتم شايفين، انا موقفتش الفيديو. وفي نفس الوقت ده الديفايس ده كده من الاخر كده بدون ذكاء اصطناعي، احنا لسه ما شغلناش اي حاجة. تعال نعمل كده ديسبلاي لاير ماسك ونزوم كده على الوايرز. طبعا الصورة متوسطة الجودة، وزي ما انتم شايفين انا شايفها مية مية. تعال نشوف صورة تانية، انا مجهز صورة تانية برضو. دي خلفية بيضة وكنت عايز اشوف فيها برضو ريموف باك جراوند هتعمل ايه. برضو هنزوم على الواير زي ما انتم شايفين بيرفكت. طيب هعمل كنترول زد وهشغل الذكاء الاصطناعي في الريموف باك جراوند عن طريق ان انا اروح، لو انا ويندوز ايديت بريفرنس ايمج بروسيس، او هنا هنضغط على فوتوشوب ونروح على السيتنج ونروح على ايمج بروسيسنج. طيب هي هنا كانت ديفايس فهنخليها كلاود، وفاست هنخليها مور ستيبل في التلاتة، وهنضغط اوكي. طبعا الصورة دي سهلة بس انا هصر ان انا اعملها برضو بالريموف باك جراوند. هتاخد وقت شوية صغيرين زيادة، لكن النتيجة هتبقى أكثر دقة. يعني خلينا نقول دي مش باين فيها قوي، وبرضه أنا مجهز صورة تانية، الصورة اللي جنبها نقفل دي بس ونعمل كنترول 7. زي ما انت شايف بقى هنا في تفاصيل كتير وتعالى نجرب فيها الريموف باك جراوند. طبعا زي ما اتفقنا انا مشغل دلوقتي الكلاود اللي هو بياخد وقت اكبر شوية لكن دقته اعلى كتير. طيب هي هنا باين قوي ان هي مش حلوة، بس في اكتر من سبب هنا مش مظبوطة. حتى الناحية التانية في الوايرز برضو مش مظبوطة. فلو احنا عملنا ديسبلاي هنلاقي فعلا ان في صعوبة شديدة قوي في التفريق ما بين الالوان. فبرضو هي قوية وقوية جدا كمان، لكن لازم برضو الصورة تكون جودتها عالية جدا. يعني دي كلها صور جودتها متوسطة، اللي هي بالاخر كده بتكون اراوند ال1000 بكسل. اخر صورة دي انا كنت بجربها قبل ما اقعد معاكم، برضو ده بدون ذكاء اصطناعي زي ما انتم شايفين. ريموف طبعا من الديفايس وسريعه جدا جدا جدا، وانا شايف انه ابديت موفق جدا، وابديت هيخلي شغلنا اسرع بكتير ان شاء الله الفتره اللي جايه. تعالى بقى نشوف كده الابديت التاني. صوره زي دي هعمل لها ريموف باك جراوند، خلاص بقى سهل زي ما احنا اتفقنا ومش محتاجين فيه اي مجهود. طيب هو كده خلاص اهوت. هاخد الصوره دي وهحطها هنا، ولو انت عايز تعملها سمارت لاير اعمل كليك يمين، وبعدين كليك يمين وبعدين اضغط كونفيرت سمارت اوبجكت، هيبقى سمارت لاير بحيث ان انت تكبرها وتصغرها براحتك بدون ما تبوظ التماسك بتاع البيكسل او الجودة بتاعته. الابديت التاني هو كان موجود في فوتوشوب بيتا واستخدمناه كتير وطلعنا منه شغل كتير جدا، وهو الزرار بتاع هارمونايز. هارمونايز دوت بيعمل حاجتين. اول حاجة فيهم هو بيعمل color correction. يعني ايه بيعمل color correction؟ بيظبط الالوان اللي هنا، وليكن مثلا هنا في اضاءه لونها ازرق مثلا والخلفيه ما فيهاش الاضاءه ديت، فبيبدا يشيل الاضاءه دي ويحولها للايه، للاضاءه التانيه. تاني حاجه بيعملها هو بيعمل الشادوهات. هتشوفوا دلوقتي شادو معمول بطريقه احترافيه وبسهوله جدا. زي ما انتم شايفين احنا مجرد اضغطنا بس على زرار هارمونايز. بتاخد وقت شويه بس زي ما انتم شايفين نتيجه قويه جدا. وخليني اجربها لكم كده قبل وبعد اهو. كانت كده بقت كده. مش بس بيديك نتيجة واحدة، ده بيديك 3 نتايج زي ما انتوا شايفين، بتختار منها اللي انت عايزه، مفيش اي مشكلة في ده. طيب انا شايف النتيجة دي افضل، وبالمناسبة انت ممكن تقلل اوباسيتي وتشتغل بلاير مود لو انت حابب ده. طيب خلينا نتفق بقى النتيجة كده هايلة، ونخش على الابديت رقم 3 وهو الجنريتيف فيل، وهم برضو طوروه بطريقة قوية جدا. تعالى نعمل كوماند A او كنترول A ونكتب مع بعض في جنريتيف فيل ونقول له جنريت. طبعا زي ما انتم شايفين احنا ممكن نشتغل باكتر من
موديل، والتعاون واضح وبقى رسمي ما بين جوجل في كل البرامج زي ما انتم شايفين، وما بين ادوبي. انا هختار نانو بنانا وهقول له جنريت. زي ما انتم شايفين النتيجة قوية جدا. ممكن نعمل جنريت ويدينا نتيجة تانية، وجنريت ويدينا نتيجة تالتة ورابعة براحتنا عادي خالص. طيب انا النتيجة دي عجبتني وانا شايفها كويسة جدا. وتعالوا نزوم كده بس ونشوف جودة الصورة بتاعة الاشخاص. زي ما انتم شايفين اصلا من العيوب الرئيسية اللي احنا كنا بنعمل جنريتيف فيل، والصور اللي بتطلع بتبقى جودتها زي ما انتم شايفين كده. وعملوا ابديت خاص بس بالحتة دي. هنروح لقائمة ايمج، ومن قائمة ايمج هنقول له جنريتيف اب سكيل، ونيجي هنا انت عندك اب سكيل بالفايرفلاي والتوباز، والتوباز بلوم كمان. وعندنا هنا زي ما انت شايف توباز جيجا بكسل فيس ريكفري، بيزود التفاصيل او بيسترجع التفاصيل في الوشوش المزغلله واللو ريزوليوشن او اللي جودتها قليله. فاحنا هنعلم عليها صح لان احنا حاطين بشر كتير قوي. وفي نفس الوقت انا مش محتاج اب سكيل كبير، يعني انا اصلا كنت شغال على حجم كبير، ولما ضربناه في 2 بقى 6000 بكسل في 4000 بكسل، فكفايه قوي 2. ونقول له اب سكيل. طيب دلوقتي الفلتر خلص اهو بقى، ويفتحوا لك في تابة جديدة زي ما انت شايف. بيكتب اسم اللاير واسم البروجكت، وجنبها تباز جيجا بكسل زي ما انت شايف. ده اتعمل له اب سكيل لده. طيب انا مش عارف هو، وبالمناسبة حاطط لك الاوريجينال تحت اهو، والصورة بتاعت التباز فوقيه. طيب انا لما زودت يعني الفروقات حلوة بس مش اللي هي، يعني هو فعلا وضح الملامح بس مش اقوى حاجه، مش زي مش في قوه الابديتس التانية. واظن ده كده لسه بدايه، وان شاء الله الابديت اللي بعده هيكون افضل. بس all in all بيرفكت. all in all 10 على 10. تعالى بس نعمل مقارنه كده ما بين ده واللي تحتيه. ماشي، ده كده بعد الاب سكيل، ده كده قبل الاب سكيل. طبعا نتيجه قويه جدا. زي ما انت شايف ما كانش فيه تفاصيل وش، وستيل ما فيش تفاصيل وش برضه. تمام، يعني ابديت حلو بس مش في قوة الابديتس التانية. بس كده، شكرا ليكم يا شباب، بتمنى كلكم تحقق احلامكم. باي باي.